ان شاء الله تكونوا بخير. وصفه تاع نهار اليوم راح نحضروا خبز البي بريستيج. هاد خبز البي راح يكون مشرب للقلب، البنه ديالو ولا اروع بطريقه بسيطه لكن الذوق ديالو ديروها على ضمانتي. وصفه من اروع الوصفات اللي راح تجربوها، هايله توالم، يعني تقدروا تقدموها من في الاعراس، يعني ننصحكم بها بزاف، هايله ولا ليكم يعني تحضروها. هكذا بلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير. بسم الله. اول حاجه ندوز نحضر الشربات اللي هي عندي هنايا 2 كيسان طعمه. هنا الكاس الثاني راح نضيف له كاس تاع سكر عادي، ونزيد له مغرفه صغيره تكون معمره مليح تاع الفانيلا. نحركهم. من بعد راح نحط الكسرونه ديالي فوق النار على النار تكون قليله يعني متوسطه. نخليها كي تبدا تغلى نحسب لها 10 دقائق. فوالا دوك انايا نحطها فوق النار 10 دقائق. انا بعد ما جازت 10 دقائق راح نضيف لها وهي سخونه، نضيف لها هنا كاس تاع اتاي عسيله، يعني تعطي لها واحد البنه. جربوا هذا الشربات، يعني عطات لها واحد البنه ولا اروع. وراح نزيد نضيف لها تاني 2 مغارف كبار تاع ماء الزهر. راح نحركهم يعني غير شويه بالمغرفه وتخلوهم تكوتي حتى اللوطو اللي طيبوا كامل الخبز الباي ديالكم تكون الشربات بردت. فوالا ندوز نحضر الخبز الباي ديالنا. في انبول نحط هنايا 3 حبيبات تاع البيض، يعني البيض ديالكم يكون درجة حرارة الغرفة. وراح نضيف لهم هنا قرصة تاع الملح. عندي هنايا كاس الا اصبع، كاس غير اندوا تاع سكر عادي، واللي يحب يعني الحلاوه انا صراحه ديروا كاس غير 4. فوالا هنا اختيار ليكم، يعني جات الحلاوه ديالها يعني مليحه. راح نزيد نضيف لها هنايا مغرفه صغيره تاع الفانيلا. دوك هكذايا يعني ما تحتاجش كامل الباتور. دوك هنايا راح تشدوا فوي وتبداو يعني تخلطوا فيها، يعني حتى تحسوا برك هذوك الحبيبات تاع السكر تبيلونجاو مليح، ويعني اللون ديالكم تاع الخليط تاع البيض ولا مائل للابيض. فوالا دوك انايا نخلطهم يعني حوالي دقيقه، هذا مكان ما تحكم لكمش كامل اليد. فوالا هنا بعد ما بد مده وانا نخدم فيه، شوفوا كيفاش ولا لي الخليط ابيض. دوك هنايا راح نضيف له هنايا هنايا عندي نص كاس تاع زيت مع نص كاس تاع مارغرين تكون يعني ذايبه وبارده. راح نعمرهم، راح يعني تكيلو قيس كاس. فوالا راح تجي كاس. من بعد راح تبداو تضيفوه وتخلطوها مليح، سورتو كي تضيفوا الدهون لازم تخلطوا شويه باش يعني ما تجيكمش مزيته الحلوه ديالكم. فوالا دوك نحركها يعني برك حوالي 30 ثانيه هذا ما كان. هنا بعد ما حركتها راح نضيف لها هنا كاس تاع كاوكاو يكون محمص او مرحي متوسط، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش خشين. هنا الكاوكاو ديالكم ديروه بالقشور، كما تقدروا ديروا اي مكسرات تحبوها. تقدروا تضيفوا اللوز ولا درتوا الجوز، ننصحكم ديروه مع الكاوكاو باش يعطي بنه مليحه. ضفت له هنا كاس تاع شابلور. الشابلور ديالكم تاني تصيروه باش هكذا يكون مليح. فوالا نزيد نحركو كما راكم تشوفوا، يعني درنا كاس تاع كاوكاو يكون محمص او مرحي رقيق مع كاس تاع لا شابلور اللي هو الخبز مرحي. وعندي هنايا 2 مغارف كبار تاع سميد متوسط، سميد رطب، وكيس تاع خميره الحلوى الوزن ديالها 10 غرام. سميد ديالكم 2 مغارف ولا ديروا 4 كاس. دوك هكذايا راح نخلطهم، يعني ندخل برك هذيك السميد والخميره. شوفوا القوام تحصلوا عليه ما راحش يكون خفيف وما راحش يكون ثقيل، يعني كيما القوام تاع الكيك. فوالا شوفوا هكذاك يعني جات فريمون خفيفه. دوك هكذايا راح نجيبوا القوالب اللي ندهنوا فيها. دوك الا كنتو يعني عندكم مناسبه ولا سورتو قلت لكم يقدموهم بزاف في الاعراس بريستيج، ننصحكم في هادو تاع المادلان تاع لي كيك، تحفه يخرج يعني روعه. ولا ما درتوهمش في هادو ما كانش عندكم درتوها غير للدار، راح ديروها في سنيوه. السنيوه ديالكم ما تجيبوش هذيك الكبيره، جيبوا الصغيره. الطول ديالها يعني هذيك 30 على 24 راح تجيكم هايله. فوالا وهنايا من قبل ما نبدا ندير دهنت هنايا القوالب ديالي بالزيت. فوالا سورتو اللي تحب تنحيهم ولا دهنوها بالزيت. فوالا راح تعمروا هنايا، راح تعمروه النص برك. لو كان تعمروه بزياده ولا راح تفيض. هنايا ديروا النص سوا يعني تقريبا مغرفه ونص هذا ما كان.
دوك هكذايا نكمل كامل نعمر القوالب ديالي. جاتني هنايا نورمالمون 15. فوالا دوك هنايا شعلت الفوغ ديالي بعد ما سخن نقصتلو مليح يعني كيما نطيبو الصابلي على يعني 170 درجه. دخلتهم بعد ما طابوا لي درت كيغدو ضمنت بني نشفوا خرجتهم. وهنايا نجيب الشربات ديالي بعد راه يعني هنا بردت. شوفوا غير تحطوا الشربات ديالكم راح تشرب يعني تشرب كميه كبيره تاع السوائل. هنا لكل حبه راح تضيفوا تقريبا 2 مغارف حتى 2 مغارف ونص. ولا درتوها في سنيوه تشربوا حتى يعني خلاص تولي ما تزيدش تشرب تحبسوا. واللي يحب يعني ماشي مشربه بزاف ديروا يعني خلو فيها تقريبا نص كاس. فوالا دوك هكذايا راح يعني شوفوا غير تحطوا شوفوا كيفاش هي تشرب قلت لكم جات خفيفه. فوالا دوك هكذايا طبعا نكمل كامل نشربوهم ندوز للطريقه تاع التزيين. فوالا هنا ندوز النوع الاول درتو يعني كما يعني الاختيار ليكم. تقدروا يعني ديروا لها كامل سكر كلاص ولا. لكن الا كنتو قلت لكم درتوه للعرس راه يتماشى بزاف هذا الخبز البيت بريستيج. قلت لكم للاعراس. لكن ولا درتوه في الاعراس يعني ما راحش ديروه يعني 3 من قبل ولا 4 ايام. راح ديروه يعني كيقعد لكم يومين وراح تخلوه في مكان بارد. نعرفوا كي يكونوا في السخانه ونديروا حاجه اللي تكون فيها الشربات ولا السيرو راح تقراص يعني ما ديروش مقبل. فوالا ولا كانت عندكم فريج ضروره تقدروا تحطوها تغلفوها وتحطوها. فوالا قلت لكم يعني بزاف هايله فريمون يعني تقدموها بشكل بزاف راقي. فوالا توالم بزاف مع الاتاي. هنا النوع الاول كما يعني الاختيار قلت لكم ليكم. والنوع الثاني جبت سباتول غطيت النص الجهه اللي من هيه نص درت لها سكر كلاص وندوز نديكوري النص هذاك اللي قاد درت له هنا في الوسط سيغيز وراح نزيد نديكوريها باللوز ايفيلي. لوز ايفيلي ولا كوكو ايفيلي ولا تقدروا ترموا لها الكوكو من الفوق يعني التزيين ويعني الاختيار ليكم يعني كيما تحبوا كيما تفضلوا. فوالا نزيد من هنايا الحبه الثانيه نزيد نديكوريها معاكم. المهم يعني تقدروا تشدوا الجلوكوز وتدهنوا شويه تاع المكسرات تخلطوهم كامل مع شويه تاع العسيله. ديروا المكسرات ديالكم وتحطوهم من الفوق يعني تجي فريمون تجي تحفه. دوك انايا هنايا نكمل كامل الحبيبات اللي بقاو لي ندوزو مع بعض نشوفهم في طاوله التقديم. هنا بعد ما كملت كامل الكميه ديالي هذا النوع الاول اللي درناه كما راكم تشوفوا بسكر كلاص. وهذا النوع الثاني يعني في زوج يعني جاو بريزونطابل. وبالطبع راح ندوز نقسم معكم حبيبات كالعاده يعني تشوفوا كيفاش جات لداخل. قلت لكم هذه البنه ديالها ولا اروع. سورتو يعني النكهه ديالها يعني بين بسبوسه بين خبز الباي تحفه. سورتو كي ضفنا لها 2 مغارف كبار تاع السميد عطات لها يعني شوفوا هنايا كيفاش جات خفيفه بزاف يعني توالم عده يعني مناسبات ولافراحكم ولا في يعني للدار يعني ليكم. ننصحكم يعني تجربوها ما حاش كامل تندموا. والبنه ديالها ولا اروع. وهكذا بلا ما نطول عليكم نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديده والى الملتقى ان شاء الله ومع السلامه.